امرأة تسأل شيخ على أن ولدها ليس من زوجها، قال لها اسكتي، واستدل بحديث الولد للفراش. خلاص الولد للفراش ما دام الأب متمسك به، إذا تمسك به الأب فخلاص من حقه. أما إذا لم يتمسك به وأخبرتي أن هذا الولد ليس بولدك وتتحملي عواقب ذلك أنت، فلا بأس. إذا أخبرتيه وقلت هذا الولد ليس بولدك، إذا كان هذا يقيني، إذا تمسك به الأب فهو ابنه لأنه ولد للفراش. إذا نفاه لأنك نفيتي من حقه ذلك، لكن أنت ستتحملي توابع ذلك. وأنصح بذلك، لأنه لا يجوز لك أن تلحقي ابنا بمن ليس له بأب، لا يجوز لك ذلك. يعني صحيح المرأة إذا ارتكبت الفاحشة نقول لا اسطري على نفسك، لكن إذا أتى من وراء هذه الفاحشة ولد، هل تلحقه بمن ليس له بأب؟ لا يجوز هذا. بارك الله فيك. فمن الممكن أن تتحمل التوابع تصالحي. أما إذا كان الزوج موجود وكان يغشاك والزاني يغشاك، فحينئذ نقول الولد للفراش ولا داعي لتخبري. لكن الزوج مسافر وأنت موقنة أنك فعلت الفاحشة والمولود الذي في بطنك ليس ابنا للزوج، لا تلحقيه بأبيه، لا تلحقيه بمن ليس بأبيه. عفوا. إن كان الزوج لا ينجب لكن يغشاها قد ينجب، ليس من كل ما يكون الولد.